يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا والسعادة على عيون أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة وأحسن حال، اللهم أمين. أنا ريهام أحمد ودي قناتي. لو لسه أول مرة بتشوفي قناتي قلب أختك، تأكدي إن اشتراكك هيفرق معايا جدا، فاشتركي في القناة من علامة الاشتراك اللي بتظهر لك تحت الفيديو باللون الأحمر. ضغطي عليها هيطلع لك 3 خيارات، اختاري أول خيار فيهم يا قلب أختك، عشان كل ما انزل فيديو كده جديد كده تدخلي تنوريني بأحلى لايك من أحلى أخت في الدنيا. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم. شكرا للناس اللي بتدخل قناتي جديد، على راسي من فوق من داخل مصر ومن خارج مصر. وجودكم وتشريفكم ليا بتشجيعكم ليا اشتراككم في قناتي ده شرف ليا. فيلا بسرعة اشتركوا بقى، وتعالوا في اول الفيديو كده ناخد حسنات مع بعض ونذكر الله، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. وانا بقلب في التليفون كده لقيت فيديو كده تايه مني من تنظيفات العيد، فقلت ليه لا ما اعمله لكمش، يعني منتجه. ما كانش متمنتج الصراحه، فقلت منتجه لكم وانزله لكم بما اني ما نزلتش حاجه من ساعه العيد. فده كان تنظيفه العيد او تنظيفه اوضه الاطفال، كنا موقفينها مع بعض على الفرش والمسحان بتاع الأرضية وتنظيف الخشب ومسحان الخشب وكده. جبت شوية منتجات فرقت معايا جدا 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 في التنظيف، فهديكم ايه الفكرة واديكم برضو ايه سعرها. انا جايباها ايه يعني شفتها فين وكده. فانا متابعة كذا فيديو على الفيسبوك، فلقيت كده فيديوهات بتجيلي من شخص كده، هي البيج بتاعته حلوة قوي قوي قوي. فلقيت عنده يعني ايه بيتكلم عن منتجات، ازاي ما نسيبش في منتجات يعني بديلة لمنتجات تانية، زي اللي انا بمسح بيه اللي هو الخشب ده، اللي هو فريدة، لو تعرفوه. فريدة ده طبعا معروف ان احنا بنجيبه، واللي هو المعطر طلع منه ملمع اساس او ملمع خشب. انا جبته الصراحة لما شفته في الفيديو هناك، بعت جبته على طول طالما انا عاوزة شوية منتجات كده كنت محتاجاهم للتنظيف بتاع العيد وكده. فقلت ليه لا ما جربش منتجات تانية غير اللي انا متعودة عليه. فانا هقول لكم وتجيبوه، ولو عجبكم بجد والله العظيم عجبني جدا جدا جدا، فهوريكم يعني تجربتي مش اكتر. جبت ملمع اللي هو بتاع فريدة ده، وجبت بتاع الارضيات بريكس، وجبت كمان في التنظيفة اللهم ذكرني اللي هو لعنة الفراعنة. شفت برضو كذا تعليق كده بيتكلم عن اننا في الصيف، وطبعا داخلين بقى اللي هتلاقي صرصار ماشي كده، اللي هتلاقي نمل. لعنة الفراعنة ده لقيت مكتوب عليه الحاجات كتير جدا جدا، هوريها لكم دلوقتي في الفيديو. بما ان عندي يعني ايه كل مدى كده بلاقي ايه صرصار ماشي حير طاير كده في الشقة، مش عارفة جايلي منين. فقلت لازم في تنظيفة العيد دي لازم اعمل تنظيفة برضو ايه، بحيث ان احنا خلاص في الصيف بقى والحشرات دي بتظهر لنا على طول. فجبت برضو ايه عملت سكرول كده على الفيسبوك، فلقيت كذا حاجة بيتكلموا مثلا عن ايه، عن الرش اللي هو بتاع اللي هو البيرسول. لقيت برضو كذا حاجة كده اللي هي البودرة. انا كنت بستخدم الصراحة، كنت بجيب من السنة للسنة اللي هي العجينة، في عجينة كده كنت بجيبها وبحطها في الاركان بقى، في اي ركن في المطبخ في كل حاجة حتة عجينة كده. عاملة زي ايه هقول لكم، شفتوا العجين ذات نفسه اللي هو العجين بتاع اللي احنا بنخبز بيه وكده، عاملة زيها بس تيجي ببرطمان كده، باخد قطعة منها بلبس الجوانتي او الكلافز، وبقوم واخدة الحتة كده واحطها بقى في الاركان بتاع السراير في المطبخ. والله العظيم ما كنت بلاقي بصوا حشرة حتى في الشقة، فانا مش لاقياها صراحة دلوقتي، فجبت لعنة الفراعنة دي اهي. مكتوب بقى ايه للنمل والصراصير والناموس والدبان، وبصوا كل حاجة كده والبراغيث وكله كده بتقضي عليه. فانا قلت ليه لا ما اجيبوش وجربه. فالصراحة بعد ما رشيته بعدها بكام يوم كده لقيت صرصارين يعني كبار كده كبار موجودين في المطبخ وميتين. فانا قلت يعني حلو ليه لا، يعني ممكن نجيب نتيجة حلوة. فلقيت سعره كمان كان حلو، يعني ريماس هي اللي راحت جابت لي الحاجات دي. جابت لي اللي هو الملمع بتاع فريدة. جابت لي الملمع ب60. المولار اللي هو المورال او مولار، الملمع التاني كنت بجيبه ب55، وحاليا هو ب55، لكن فريدة ب60. بس انا حسيت ان فريدة ريحته حلوة ولمعته حلوة على الخشب. وجبت برضو اللي هو بتاع الحشرات ده
جابتهولي ب35. وجابت لي برضو البريكس. البريكس انا كنت بجيب الكيس اللي هو ب15 جنيه ده، كنت بحس ان يعني ايه ان ممكن اخلصه في مسحه. ما تصدقوش بقى البوستات ان انا جبت كيس بريكس قضى معايا شهر كامل وبستخدمه في كل حاجه. لا مفيش الكلام ده خالص، دي كلها يعني ايه تحسوا ان هم بيعملوا عشان يعلوا ريتش وخلاص. فالبريكس انا جبت الازازه دي عامله 35 جنيه. الكيس كنت بجيبه ب15 جنيه، ما كانش بيعمل اي حاجة يعني. متهيألي كنت بمسح بيه المطبخ، امسح بيه مرة الشقة. ما كانش بيعمل اي حاجة يعني. الكمية بتاعته تحسوا ان هي بتخلص على طول. فانا قلت اكيد الازازة اوفر، فقمت كاتبالها كده في ورقة كذا حاجة كده، وراحت جابتهم لي واستخدمتهم في التنظيفة بتاعة العيد دي، وفرقوا معايا جدا يعني. انا بديكم نصيحة من التجربة اللي انا جربتها مش اكتر. جبت بقى ايه الفرشة بتاعة السرير وبدأنا ان احنا نفرش. عاوزة اقول لكم ان اللحظة دي والله العظيم بتبقى بتفرق جدا جدا. بتبقى الايام دي احسن من ايام العيد نفسها. التحضيرات اللي هي بتبقى قبل العيد دي، قبل الوقفة، إيه شراء الشوكولاتة، تحضير عمايل الكحك، عمايل البسكوت. فالتحضيرات دي بتبقى جميله جدا جدا. هتقولوا لي ده كان عيد لحمه محدش بيعمل كحك وبسكوت. انا كنت ناويه ان انا اعمل برضو كحك وكده، بس الوقت تحسوا ان هو الوقت ايه ضغط الواحد مش عارفه ليه. فما عملتش الصراحه، اشتريت من بره. فربنا يديم الاعياد علينا وبعودة كده، بعودة رمضان وبعودة الأعياد العيدين يجي علينا كده واحنا كاملين بصحتنا، ما ينقص منا لا عزيز ولا غالي، اللهم امين. بتبقى فرحة جامدة جدا جدا. والتنظيفات دي مع انها بتتعبنا وبتسحلنا، بس الواحد بيبقى فرحان جدا. والتكبيرات بقى بتاعة العيد الكبير كان لها فرق جامد جدا جدا جدا. والصيام والتنظيف وانت صايمة طبعا مجهود جامد، بس بيبقى ليها مذاق اخر كده يعني. الايام اللي هي بتبقى العادية دي تحسوا ان الواحد بيقوم من النوم ما بيلاقيش حاجة يعملها غير مثلا تنظيف السرير، عدلان السرير مكان النوم، مثلا نكنس الارضيه او نشفطها. حسوا ان اليوم كده بيعدي كده ممل، مفيش حاجه ان هي تتعمل. لكن الايام دي الواحد بيبقى مسحول ومفيش وقت اساسا انك تخلصي كل حاجه، بس الواحد بيبقى حاسس باحساس يعني. ربنا يديمها علينا الاعياد يا رب، اللهم امين. واحنا بكامل صحتنا كده. ظبطت الدنيا وفرشت بقى السراير بتاعه الاطفال، وبدأ يبان عليها الاوضه، بدأ ان هو يبان عليها كده. انا كنت مستلماها حاجه من الولاد، رجعتها لهم حاجه تانية خالص. انا بنظف يوميا وروتين يومي بعمله يوميا، بس تحسوا ان في روتين كده بيجي في النص. الأوضة بتتغير، ملامحها بتتغير، مع ان هي الفرشة اللي انا بفرش، هي الفرشة بتاعت الأرضية. مفيش أي تغيير في الأوضة بيحصل يعني. مبشيلش مثلا السرير من هنا أحطه هنا، لأن طبعا زي ما انتوا عارفين احنا مفصلين الأوضة على السيستم ده، على النظام ده. مفيش حاجة بتتحرك مكانها غير الكومودينة مدوخة معايا رايحة جاية بيه. فمفيش اختلاف خالص بيحصل في الأوضة، بس في روتين كده بتعمليه بتحس ان وانتي داخلة الأوضة كده الله ايه الجمال ده، فرق شاسع. هنا عملت ايه، جبت بتاع بريكس، غطا من البريكس، وقمت حطاه على السجادة بتاعة الأرضية او الحافظه اللي انا فرشاها في الارضيه دي، وقمت مسحها برضو، بحيث ان انت وانت داخله الاوضه كده تحس بريحه نظافه نظافه يعني. فرق بصوا رهيب. رصيت بقى كل حاجه كده، وحطيت لهم الالعاب اللي هي لسه متقفله دي، هما لسه مفتحوهاش، هيفتحوها في العيد بامر الله. وفي العيد ده اللي هو عد انا جايلكم بعد العيد. ورصيت كل حاجة، وده كان الشكل النهائي بتاع الأوضة. ونرش بقى الرشة الأخيرة اللي هي اللي احنا بنستناها كل روتين، اللحظة الحاسمة. هرش بقى المعطر، ولما باجي ارش المعطر برشه مثلا في الحاجات اللي هي فيها قماش، بركز عليها اكتر، على الارضية، على السجادة، على مثلا الدولاب، على الركام بتاع السرير. استخدمت المعطر من فريدة اللي هو شيكادي، بحبه قوي قوي قوي. في روايح كتير جدا، بس اكتر حاجة عجبتني منهم عود نظافة شيكادي. فدول 3 روايح اللي عجبوني.
كده هيكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب الفيديو كده يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجة ولو بسيطة. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك، ولو لسه مشتركتوش في القناة يا ريت تنزلوا تشتركوا. استنوني في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله.